أهلا بكم أعزائي المشاهدين. السيدة فيروز تحب السيد حسن نصر الله، قالها زياد الرحباني فهوجم وهوجمت. ليس مسموحا في زمن الفتن على ما يبدو أن تقول أميرة الفن العربي الراقي حبا لسيد المقاومة. من القدس التي وضعتها في القلب وجملتها بالصوت، إلى فلسطين التي أبقتها متقدة في وجداننا، إلى شط اسكندرية حين كان للحب معنى، إلى شآمها التي عطرت فيها السلام وغار الورد وأطل الخزام، إلى المناضلة الجزائرية جميلة بحيرد التي خاطبتها بصديقتي جميلة يا وردة الجزائر الجميلة. قصتك هي الأحب من طفولة تزرع وجه الشمس بالبطولة، وصولا إلى إسوارة العروس في الجنوب المقاوم. لا يحق لمن غنى كل هذا ورفع الفن إلى مصاف الصلوات النبيلة أن تحيي سيد المقاومة. لم يتوقع ربما زياد الرحباني، زياد الذي ولد في مدرسة الرحابنة بكل ما فيها من فن راق والتزام سياسي وأخلاقي، زياد الذي ترعرع في نعمة أن تكون أمه فيروز وأبوه عاصي وعمه منصور الرحباني. لم يتوقع زياد الرحباني الذي جعل للموسيقى جسرا تعبر فوقه حضارات وثقافات مختلفة، وجعل للمسرح لغة استبقت أحداثا كثيرة بنظرة الفنان الملتزم، فكشف فيلما أمريكيا طويلا في وطننا العربي وتحدث عن تحول هذا الوطن إلى نزل سرور لكل المتآمرين عليه. لم يتوقع أنه بمجرد أن يقول إن السيدة فيروز تحب السيد حسن نصر الله ستنتشر المقالات والانتقادات في محاولة لتشويه صورة السيدة والرحابنة. وكل هذا التاريخ المحمي بأهداب عيون محبيه من المشرق إلى المغرب. معنا في هذا اللقاء الإخباري الخاص زياد الرحباني. أهلا وسهلا بك أستاذ زياد. أهلا فيك. ما شكرا تعليق على المقدمة. تستاهل أنت والسيدة فيروز كل الرحابنة أبدا. ما تعليقك على هذه الحملة التي شنت عليك وعلى السيدة فيروز والرحابنة؟ التعليق الأول أنه هذا في كمية ناس واضح أنه يعني فاضيين ومعطلين عن العمل. هذا شيء بيأكد أنه هالكلمة تعبي لهم هالقد وقت وهالقد مجهود وهالقد حقد وهالقد تحوير وهالقد يعني بده واحد بيتوقع منهم اشياء، بس الظاهر هن بيبدعوا اكثر بكثير من ما نحن متخيلين. يعني هول بعضهم موجودين. بالاسوأ ما في بهالقصه خي سامي هو انه هالناس موجودين بعضهم، مش شو بيقولوا، لانه التصريح بيقدر واحد مثل ما بتقول انت يلحسه ثاني نهار بتصريح ثاني، بس هو وين باقي؟ يعني هو عرضه يرجع يعمل غيره. صحيح. هذا طيب. اللي نحن بنحكيه بما نعم تفضل. في هدف برأيك غير انه ردة فعل مباشرة وطبيعية، في هدف سياسي خلف هذه الحملة عليك هذه الأيام؟ أكيد لأنه يعني ما بعرف إذا اليوم بدك تختصر، إذا CNN لقيت محل فول يعني مشتق من شارع مرلياس وعلقت فيه ارم انه هذا هون اطيب ترويقه بالعالم وحطت له CNN معلقه على الحيط. اذا CNN بدها تعمل احصاء اليوم بلبنان، بدها تنقي شخصيتين اخر 60 سنه بلبنان، بفتكر بده يطلع معها فيروز وبده يطلع معها حسن نصر الله. صحيح. لانه CNN كانت انه هي غير فوكس يعني، بس غلطت وقالت بتذكر عن معمل بالعراق انه هذا منه معمل انتراكس، هذا حليب. وقفوها نسيوا العالم انه الدولة الامريكانية الحرة الديمقراطية وقفت CNN باول طلعتها لان قالت خبر مزبوط وصورت المعمل. ف يعني اليوم بدي اقول لك انه الواحد اذا ما بيملك بوق ليرد على الناس مشكلة، لانه كل 2 3 فاتحين TV وهذه قصة البلوج اليوم انه بالايدك انه بيفتح بلوج مدونة. ما يعني بعرف انه يعني في البلوجات اليوم في كلام ل جوهره خي سامي. البلوجات مجوهرين اليوم، طالع اشياء خطيره على البلوجات يعني تاريخيه. يعني بس يحكي ما تاخذني، بس يحكي شخص مثل فواز طرابلسي الرفيق الاعلى فواز طرابلسي لشيء بتمنى العالم نحن نذكرون فيه. كان اسمه منظمه العمل الفرنسي الشيوعي. طيب فواز طرابلسي يقول كان فيها عفوا منك راح اسكت لك بعدين، كان فيها 2 3 بيحكوا عربي. شوف انا افضل واحد منهم مسؤول عسكري. انا كنت بحب اسكت لك، بحب اسكت لك كل نص ساعه، ولكن لابد من انه نشرح للمشاهد ماذا قال. نحن بالاخبار
اسمح لي، ماذا قال فواز طرابلسي؟ شكرا انه نحن عم تتيح لي مجال بالاخبار نحكي. اهلا وسهلا، بتشرف استاذ زياد. يقول فواز طرابلسي ان فيروز والرحابنه كانوا دوما صله وثيقه بحكم بيت الاسد وبالنظام البعثي السوري، وانك انت زياد الرحباني تستغل على نحو رخيص شعبيه امك السيده فيروز لاغراض سياسيه. أول شيء الرفيق الأعلى الممتاز واللي بيعلم بجامعات يعني بيسوى يراجع كيف فات عليها. يعني أنا تفاديته قدر الإمكان، بس كنت عم بكتب بالجريدة وراجع أكتب بأول السنة. تفاديته هو كشخص، مع أنه قاعدين نحن بعضنا قابضين أنه اليسار الباقي إذا بيتجمع على بعضه وبيزيح منه ناس صار لازم يزيحوا، بيقدر يستمر بقوة كتير، لأنه عم يخترعوه اللبنانيين وحدهم اليسار. يعني اللي هو اليوم ما معروف وين هو. هلا اليوم بهالحملة تحديدا ما له أثر. يعني أنا ما بدي واحد واثنين وثلاثة شيء فتح لي الشعب يريد زياد الرحباني وكذا، احترامي لهم، هول قلنا لهم يعطيكم ألف عافية وصار بيسوى توقفوا بعضهم مكفين، عاملين وكالة أنباء هن بدافعوا عن فيروز. معلش يعني بيسوى يكون حدا من هاليسار هو بيحكي له كلمه، مثل ما حضرتك هلا حسيت بضروره انك انت قلت لي انا بدي اطلع اقول الاخبار. طيب بس هيك تفضل. شوف كمان في ايضا استاذ زياد، حضرتك ضويت على مساله مهمه جدا. بدي اسالك سؤال. لا انا اللي بسالك. بدي اسالك. طيب اسالني، تفضل. عفوا تفضل. ايه بس تابع لهداك. بدي اساله للسيد فواز، اول شيء شو عرفه بعلاقات الاخوين الرحباني وفيروز مع النظام السوري أو النظام البعثي العراقي أو السعودية أو قطر أو الأردن؟ كان كل شغلهم ينتجوا الأردن، تلفزيون الأردني اللي هذا ما بيعرفه لا الصاغية ولا طيب ولا الساعة. حضرتك استاذ زياد ضويت، وخليك انظر الى الكاميرا فضل. لانه الناس حابه تشوفك كمان، ما تطلع على اليمين والشمال، فقط تطلع فينا. شوف حضرتك ضويت على مسألة مهمة جدا. واصل الصوت؟ ما عم بسمعه. واصل الصوت؟ يعني طيب نحاول أن نرتب أمور الصوت. حين يصلك أستاذ زياد، حين يصلك الصوت سنتابع هذا اللقاء. في جميع الأحوال هو لقاء، لأنه بعد أن تحدث الأستاذ زياد الرحباني هذا الفنان الكبير إلى موقع العهد القريب من حزب الله، وقال فيه في الواقع كلاما مهما، تحدث عن المقاومة وضرورة المقاومة، تحدث عن السيد حسن نصر الله، وقال إنه لا يشاهد فقط كل هذه المقابلات للسيد حسن نصر الله، ولكن أيضا هو يؤرشف ويخزن في أرشيفه كل خطابات السيد حسن نصر الله. وتحدث أيضا حين سئل، في الواقع كان مجرد جواب على سؤال، يعني سألته الصحفية ماذا عن السيدة فيروز، فقال أنه السيدة فيروز تحب السيد حسن نصر الله. إذا كان وصل الصوت لنتابع هذا اللقاء مع زياد رحباني، نتوقف بجميع الأحوال لحظات قليلة ونواصل هذه المقابلة المباشرة مع زياد رحباني. أنتم دائما أعزائي المشاهدين مع هذا اللقاء الخاص الإخباري الخاص مع الفنان الكبير زياد الرحباني. كنا نتحدث، كان الأستاذ زياد يتحدث عن اليسار بشكل عام، أين موقعه حاليا هذا اليسار في كل هذا الهجوم الذي يشن عليه وعلى السيدة الكبيرة السيدة فيروز وعلى تاريخ الرحابنة من قبل بعض الصحفيين أو ربما بعض الزملاء في بعض وسائل الإعلام المرئية أو المكتوبة. طيب أستاذ زياد، إذا كنت تسمعني الآن، يعني برأيك لماذا هذه الردة عند اليسار إن كان حول كل ما يحصل في الوطن العربي أو تجاه قضية مثل قضيتك اليوم؟ اسمعني؟ لماذا شو بالضبط؟ لأنه لماذا شو عند اليسار؟ كل هالردة عند اليسار، العودة إلى الوراء أو الانكفاء، إن كان بالنسبة لأوضاع الوطن العربي بشكل عام اليوم أو بالنسبة لقضية مثل قضيتك هذا النهار مثلا، لماذا لا يدافعون عنك وأنت دفعت عنهم على مدى سنوات طويلة؟ رح أقول لك شغلة يمكن بعدين مختصرة بس غير مباشرة دغري، بس هذا الجواب عندي. هو إنه يعني الاستعمار بعد منه مصدق انه نهار شيء اسمه الاتحاد السوفيتي،
رغم انه ثبت انه نهار. فبعده عم يتصرف بمنطقتنا وبكل العالم مثل ما عم يتصرف، بده دائما شيء بعبع محل، عرفت كيف؟ اليسار. وبتعرف اهم بعبع كان من اليسار وبديله هو الحركات الدينيه، انه هول بكلمتين هول غير مؤمنين ملحدين بعدهم بهالايام، فما لكم غير الدين. يعني الاعتراض بيكون بالجامع بالكنيسه مش بالاحزاب. هذه مفروض تكون انهارت من وقت حياة برلين. يعني بيثبت انه بعدك اذا بتحط باسبورك بالسفاره الامريكانيه، من اهم الاسئله هل انت بالحزب الشيوعي او هل كاين شي مره بالحزب الشيوعي؟ بس حسن نصر الله وحزب الله اكيد لازم يسالوك عنه، لانه اساسا بيكونوا عارفين عنك، يعني ما بيحددوا لك موعد لمقابله. بس اللي مش عارفينه العالم انه بعدهم بيسالوا عن شيء لهلا، معناتها هن مش قابضين انه هالشيء انتهوا منه. جربت تروح على امريكا؟ فكيف بدك يكون جربت تروح على امريكا وحصل معك هالشيء؟ انا طبعا مع السيده فيروز، وكان السفير هون اسمه جيري باتلر، كان بده اعمل مقابله معه لاخذ الفيزا، قلت له انا ما لي معه شغل. واشترط هاي عند اصرارها انه قالت لي هاي عند اصرارها انه مبلا بيطلع لك فيزا بكل بساطه. واشترطوا 2000 ايام العدوان على العراق الثاني، يعني 2003 2004. لا خبرنا اياها الخبريه لانه مهمه، يعني شو اللي حصل بالضبط؟ رحت انت لتاخذ فيزا من السفاره الامريكيه؟ لا 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 لا, لا هذا المحامي بيلم الفيز كلها تبع كل الفرقه، ومحطوط اسمي كواحد مؤلف بالحفله وعازف مسلم الفرقه يعني، والالحان انا عاملها. يعني مثل السعوديه تمام، شيء ما بتصدق. طيب اليوم بس ناقص انه الامريكان يمنعوا المراه تسوق. طيب اليوم كمان يعني اسمح لي اسالك سؤال ثاني عن فواز طرابلسي، ربما هو يعني من وجهه نظره يطرح سؤالا ربما يستطيع ان يدافع عنه، يقول انه طيب هل يسر السيده فيروز انها تحب رجلا يتحدث عن السيد حسن نصر الله يمنع اغانيها على الاذاعه؟ هو شو بده بالضبط؟ هو بيعرف انه الاقنيه اللي عنده اياها، يعني وسائل اعلام المنار عندها شيء معتقد وديني ومحافظه عليه، ونحن عم ننتقده بالداخل. بالجريده انكتب عنه، ابراهيم الامين كتب مقاله طويله عريضه عن محطه المنار وانتقادها. بس انه هل نحن هلا هذا السؤال اللي معقد معه ما بصدق انا. هذا بيعلم، هذا الزلمه بيعلم بجامعه، هو هذا حجته اليوم انه يعرفني التيارات الدينيه اللي مانعه الغنى انها هي مانعه الغنى. ليش مين قال له بعدوان تموز شو صار مع اسوأ بكثير من هلا شيء ساوى لتلفزيون المنار، ما قدر ينعرض مع كل توضيح من القناه واعتذار وتفهيم انه هذا غير ممكن. شو بقول له معهم هو؟ لشو هو مؤمن بشي شغله للاخر لنحكي معه؟ اذا هو يساري بنحكي معه، بس هو ولا شيء. طيب. هو على الطلب بيشتغل. استاذ زياد في حديثك لموقع العهد هو هذا بس معلش مش قادر اتماسك كليا، لانه هو بالذات يعني لو الصغير وحده اللي شاءت الصدف انه يتوفى جوزيف سماحه عنده بالبيت بلندن، اخذ هيك الصيت انه توفى عنده جوزيف سماحه، لك الصيت انت بقى هذاك محب كثير لإلي تحديدا، مخصص حازم صغيه، بس فوق نعم. ايه وفي واحد قرابته كمان طلع كمان ما اشبه شيء، يعني كان بالجريده خالد صغير. المهم بس نحكي عن فوق بس خالد صغير عفوا، بلخبط اوقات هيك ناس بتلخبطهم بعضهم. لا لانه حازم صغيه لانه حازم صغيه قال لا ادري لماذا لا يستهويني استخدام تعبير الراحله فيروز، يعني حتى السيده فيروز صار ثمه من يريد انه يقول انها رحلت، يعني ان شاء الله يطول عمرها وتضل تمدنا بالفن الراقي.
يا ريت نقدر نقول له انه ما بنحب زمور الاخبار، نحن رح نقول له اياها بمحل ما في زمور. الجواب على هاي. طيب غير استاذ زياد، طيب خلينا نحكي اكثر عن نوسع الاطار. بحديثك لموقع العهد قلت انك تواظب على حضور كل خطبات السيد حسن نصر الله، تحتفظ بها في ارشيفك، ودعوت الله ان يحميه. يعني انت بتدافع عنه رغم كل الكلام الذي يحكى اليوم انه والله حزب الله موجود بسوريا، وانه حزب الله صار مشروع ايراني في المنطقه، يعني بعدك بتدافع عنه بنفس القوه؟ خيي كيف حزب الله مش ما بده يكون موجود بسوريا؟ هو واي واحد عم بدافع بالمنطقه عن مين طاحش على هالمنطقه كلها. انه هلا بوتين ولافروف وامثالهم وافضلهم ليه مستنفرين لهم سنه ونص سنتين؟ يعني لانه حازم صغير قال انه مش عجبته شو اسمه او يعني شو بدي اقول لك، يعني هداك عامل. خلينا فواز اعتبر وقت توفى جوزيف سماحه انه هو نصه الثاني، ما لي عين جاوبه كان نصه الثاني لجوزيف سماحه. يعني طيب. بصير هيك بيفرك قلبي بس اتذكر انه هو نصه للثاني لسماحه. خلينا استاذ زياد يعني اسمح لي. وهلا هلا اكدت عفوا منك، اكدت باتصال على الجريده شغله لاولى ما اكون غلطان، انه النشر هالمقال اللي كتبه فواز اللي هو في نصه الثاني لسماحه غصبا عنها للجريده، احتراما بس للصحبه اللي كانت باقي الشيء الوحيد بين الاثنين. طيب استاذ زياد اسمح لي فقط، لانه نحن عم نتوجه لمشاهد عربي ايضا، وربما الاستاذ فواز ليس معنا لكي يستطيع ان يقول اي شيء بالنسبه لهذا الكلام. انا اسالك عن موقفك بالنسبه للمقاومه بشكل عام، بالنسبه للسيد حسن نصر الله، بالنسبه لحزب الله. أنت لازلت حتى اليوم داعما لهذا الخط؟ أكيد، وبس لكفي لأنه أنا بكفي بتقول له للسيد فواز إنه بنبقى إذا بده يرد ينطر شو بدنا نقول له بعد ما قلنا له شيء. طيب إن شاء الله معك أو مع حدا تاني بيجي وقت هو مفصل لأنه ما بينقال بكلمتين. طيب نعم أنا داعم لخطوات حزب الله لو طلع من هون على مصر كمان. طيب. أنا كنت ضد إنه يتعاطى، وبحلقة بمصر عملناها مع يسري فوضى قلت أنا ضد إنه حزب الله يروح يقول للعالم شو لازم يعملوا بمصر، إنه قوموا على كذا، رجعوا للحرب مع إسرائيل. حقيقة أنا هاي ضد إنه خي مصر قررت هيك، ما فينا نقرر عنها. يا بده يعلنها أممية يعني حسن نصر الله، واللي هو مش حالة الطائفة الشيعية. ما هذا حزب ما بيقدر يكون أممي. أحزاب الأممية بتقدر تعلن كانت هالأشياء، وهي ما منها موجودة بشكل فعال اليوم. طيب بس هلا بوضع سوريا يعني لبنان خيي. سوريا ولبنان وفلسطين صحيح، وعم بيتاكدوا الناس اللي كانوا مشككين مني وبالرايح اللي كنت ما كثير افهم هالنظريه انه الساعه حسها مزبوطه هلا. بس ما عاد في طبقه عامله لبنانيه، بدي اشوف شو بده يعملوا اللبنانيه اصحاب العمل والمواطنين والطبقة الوسطى والطبقة العاملة، بس يعرفوا انه ما بقى عندهم طبقة عاملة بإرادتهم. كيف سوريا تصير دولتهم حتى. طيب كيف سوريا مثل لبنان يعني بهذه الحرب؟ نحن بلد واحد صرنا هلا، نحن بلد واحد 200%. فأنا برأيي ليش امتى كان مضبوطة الحدود؟ ما هي كل النواب من الميلتين 18 8 و14 14 و8 ايه اثنيناتهم ضد فلتان الحدود. ما هي بلشت انه ضباطوا الحدود لانه في مساعدات، ساعه بتنزل بيخت، ساعه بتنزل بشخطوره، ساعه بتيجي نقل خارجي. طيب استاذ زياد يعني طلعت ما بتشكي من شيء طرابلس. طيب حتى رئيس الجمهوريه يطلب من كل الاطراف بما فيها حزب الله انه يخرج من سوريا، لانه رئيس الجمهوريه حاليا رئيس دوله معترف فيها، بس فعليا كل الناس بيعرفوا انه ونين معترف فيها وهو موجود بالسلطه. شغلته يضل يذكر، عم يذكر بدوله بعدها قائمه. يعني في قصر جمهوري، في صحيح ما في حكومه، ما في مجلس، بس في رئيس عم بيداوم انشط من الكل، لانه يمكن لانه كان عسكري بيوعى بكير، ويمكن لانه كمان قربت تخلص شو بيقولوا لها حوض الولايه الاولى. طيب
استاذ زياد، في على كل حال في ناس دافعوا عنك بشده، مثلا بيير ابي صعب اليوم بجريده الاخبار قال ان ابلست محبي السيد حسن نصر الله يعني تحويلهم الى ابليس هي الوجه الاخر للترويج لصوره ايجابيه عن اسرائيل. حسام مطر يقول انها هستيريا من بعض القوى لتعاكس الجو الذي يفيد بأنه حزب الله ليس غربيا ولا ظلاميا ولا مميتا ولا قاتلا ولا سوداويا، وإنما هو حزب فاعل ومهم. يعني في كمان كثير ناس اليوم على الفيسبوك وعلى البلوج صحيح. وعلى المدافعين عنك بشدة اليوم. طيب في سؤال استاذ زياد، يعني انا اللي ممتاز انه انتبه لنقطة بيير ابي صعب، لنقطة انه هاي كأنك عم تقول انت عم تدافع عن اسرائيل، عم بتسهلها، يعني عم بتخلي حدا رمز هالقد كبير بلبنان يقول لك عن رمز لبناني ثاني. يمكن هول نسيوا قد ما صاروا تاهمينهم بالايرانيه ولايه الفقيه، صدقوا انه هول كلهم ايرانيه، ناسين انه حسن نصر الله اللبناني مثله يعني ما راح نقول ما راح نفظع، عم بقول لك ما راح نفظع لانه بصير الزمور. طيب في كمان سؤال استاذ زياد، وهذا مطروح دائما، يعني كل مره تتحدث عن السيده فيروز هي بتغضب بالدرجه الاولى منك، والناس تسالك لماذا تتحدث عنها، وانت حكيت حضرتك باخر مقابله قلت هي رح تزعل مني اذا حكيت انا عارف. ليش بتحكي عنها؟ اكيد شو بدك يعني هي ما بتحكي. انا الحل عندي انه بس بيقولوا مثل شعبي بس يحضر الاصيل بيبطل الوكيل. هي تاريخيا علقت تكلف ناس يحكوا عنها انه المكتب الاعلامي تبع فيروز والناطقه باسم فيروز، وساعه اختي بتنطق عنها، وساعه كانت الله يطول بعمرها ضحى، بس هذا كله ما بيطعمي خبز. طيب بلكي هيدا مش هي مخففه الخبز ايه، بس انه مش حل هذا. طيب هي غيرها كمان بياكل بخبز. طيب حضرتك قلت انه هي تحب السيد حسن نصر الله، بلكي هي ما بدها تقول هالكلام. يعني بتمنى تكون هالحمله مناسبه لتاخذ قرار انه اللي مشيت عليه قبل الحرب ما بقى نافع بعد حرب هالقد طويله وهالقد مشوقه وواعده. يعني بعد جايين فصول حلو كثير، انه اذا بكل هول انا برايي كانت عم تطرح انه هي بدها تهاجر او تبقى فيها الحل اللي بيريحها، انه ما حدا يحكي. ما فينا ما نحكي عن شيء اسمه، ما هي فيروز عم تلخص الرحابني ما تنسى. صحيح. ما عم نحكي عن فيروز كمؤدي ومطربة عظيمة. فيروز حملت شعارات وكلمات بوقتها يعني كانت ما في غيرها. انا بعرف من الفلسطينيين يعني اللي تمسكوا بكل هالمواد الفلسطينيين، ومع احترامي لكل شيء في ملحنين وفنانين مني وجر، ما حدا قدر عمل الشيء الفلسطيني اللي عملوه الاخوان رحباني، وطلعت فيه نطقت فيه الناطق الرسمي تبعه فيروز. لا وعملوا كمان للعروبه وعملوا لسوريا وعملوا للمقاومه إذا عفوا عفوا ما عم اقول لك بعدنا اكثر من سوريا. اذا صحيح. هي ما أنا عارفه اهميه شو قلته وكيف بيتوقعوا الناس منها بس ينبس، انه اذا قلته بوقتها بس وقتها انه بحزيران 5 حزيران 6 حزيران انه هذا غلط، لانه هذا كل سنه عم بيتكرر وكل اللي عم نشوفه بعده بيقول لك يا جسرا خشبيا. هذا الاردن قصته كبيره. طيب استاذ زياد، يعني بيني وبينك وبين شي كم مليون مشاهد، السيده فيروز مع المقاومه؟ اكيد، واذا منا مع المقاومه بيكون في مشكله، انا وياها ما بكون بقدر رحن لها اساسا. وهي بتعرف هالشيء كثير منيح، وهن يعني هي تمنت علي، لانه اللي قلته بالحلقه بالزمانات على الميادين كان شوي عاطل، يعني شو معقول يصير عندنا ببيت، بس هلا عم نحكي عنها شيء منيح يعني. طيب بس شوف استاذ زياد، يعني كمان في اقحام للسيده فيروز في معركه سياسيه، يعني مثلا اليوم لو كنت حضرتك محل رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وانت عم بتقول انه السيده فيروز مع المقاومه، سيقول انا رح بطل اسمعها مثلا. لا، سعد الحريري عمل طيب وبعد هالفتره، بفتكر نصحوها من النصائح القليله بتزبط مع المملكه. ريح شغلوا الزلمه بكذا وبعدين يتركون هن، ما كل ما بتترك الناس
يرتكبوا ويفعلوا اكثر كل ما يغلطوا عموما، خاصه حسب من الناس. يعني اذا انسان ذكي مثل السنيوره بيطلع معه تصريح بعد ما ظهروا الاسير الحمد لله، يعني لمحل قريب يعني مشان يكفي، يمكن بعد ما خلص شغله ما حبوا يعملوا فيه اكثر من هيك. يعني الدوله اللبنانيه والجيش بالواجهه بقى عم بيدافع عن شيء معين ما ادري شو كان، والناس عم بتعزل صيدا. طلع معه انه ايه في نحن انه نحن يعني قصده السني المسلم صيدا له ومن المسيحيين، وبيطلع هو ضيوف على صيدا. اذا المسيحي ضيف ما بعرف المسلم الشيعي شو بيطلع معه، يعني طبيب مغربي مارق بصيدا شيعي بيكون. ما بعرف اذا بالمغرب في شيعة، بدنا نسال. في طيب في اشتري لي في طيب تفضل. طيب استاذ زياد، في انت باعت ناسي اشتروا لي لا والله ابدا اكثر من هيك حريه ما في يعني. طيب بدنا نخبره لفواز، مضطرين على فواز لانه مرجع. طيب فواز كان اعلى من الصغير، يعني كان مسؤولياته اكبر. ايه منعت اسطوانه اسمها إلى عاصي اللي هي فيها 20 لحن للاخوين الرحباني، جمعناهم ووضبناهم بطريقه انه يعني تحيه لذكرى وفاه عاصي الرحباني بوقتها. ممنوعه، ليه؟ لانها بصوت مرة. مين المرة؟ فيروز. بعد الوقت حركشوا انه في اشياء مرقت قبل، قالوا لهم لا هذا المدري شو سموني اسم هيك حلو كثير، انه هو موزع الشغل، انه هو له اسفي. قالوا لهم يا عمي هذا رحابني وكذا، قالوا لهم لا. يعني حتى بالتوزيع مش راكب براسهم بالسعوديه. انا توزيع الموسيقى ما حدا بيعرف شو هو هذا، كشفوه. يعني موقفك كان مفلح وقتها قبل. موقفك من السعوديه فقط لان منعت اسطوانه؟ لا، ما هن لانه مبلش بالمعزه المتبادله قبل. وحده من عوارض المنع انه لحق فيروز والرحابنه. طيب استاذ زياد، اسمح لي بحضرتك. لا السعوديه عم تشتغل، السعوديه عم تشتغل للسلام يا اخي. ما السلام بيمرق بسوريا وبداعش وبداعش يعني تفضل. طيب طالما تحدثت عن داعش منيح. طيب طالما داعش منيح كمان حضرتك بالاجوبه، تحدثت عن سوريا، عن داعش وسوريا. حضرتك توقعت بالكثير مما قدمت ان كان على المسرح او في بعض اللقاءات ما سيحصل في لبنان وفي المحيط العربي. الان شو بتتوقع لسوريا مثلا؟ ما الذي تتوقعه لسوريا في الفتره المقبله؟ ما كان يعني عم تحطني بموقع دائما كانه يعني هلا شو بده يهدي للصغير؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. بتوقع شيء سيء بس رح له نهايه. يعني في دمار كثير بعد، وفي يمكن ما توقع برضه شخصي. يعني من مجموع القصص اللي انت بتتبعها وانا بتبعها، عم بقرا لك، عم بحس انه تقريبا عم تتوقع نفس الشيء انت. انه هيدا بده يخلص، بس انه اللي فيه يحفظ راسه مثل ما بيقولوا عن تغيير الامم. يعني لانه في ناس معهم سلاح كثير. يعني ما حدا كان بيتوقع انه الامريكان، ما هو هون الموضوع، بدهم يخلصوا من هالقوى هذه اللي هن مش عارفين هالقد اذا اسسوها بتتزايد. هن بيعرفوا انه كل شيء بيتغير مع الوقت، من هيك عندهم مبدا السوق. هن بيشتغلوا بالسياسه مثل مبدا السوق. يعني شو الانجح اليوم بتنزلوا بتسوقوا. يعني اليوم انجح الخميني، ايه بنمشي مع الخميني على فتره. راح الشاه، عرفت كيف؟ اليوم بمصر شو صار؟ نفس الشيء. حكيوا مع الجيش المصري اكيد لجمدة جمده انه هذا ما بدهم اياه الناس. عم بيخبروا للجيش المصري هو اللي عايش هناك انه اذا بدهم اياه الناس او لا. طبعا وهن بيسلحوا الجيش. ردوا عليهم المصاروي بشكل ممتاز هلا، بس قالوا لهم بدنا نقطع عنكم المساعدات، سلاح وغيره. كانت ردة الفعل بمصر بتدل انه بعدها مصر محلها. مصر محلها وقت الحزه يعني. وقت الحزه بعد في شيء بالشارع المصري غير الطرفين، اوسع منهم كلهم، من الاخوان ومن الاحزاب الجديده اللي مش عم تعرف تتحالف يعني.
طيب فلاديمير بوتين بيطمنك بسياسته الجديدة بالشرق الأوسط؟ تشعر أنه روسيا رجعت تلعب دور كبير؟ اكيد، مشان هيك انا بنام مثل الدب اساسا. واللي بيطمني اكثر اللي ملاحق القصص اللي هو لافروف له 3 سنين الا بيقول نفس الجمل هي ذاته بنفس التاثر بيقولوا يعني بيعنيهم. زياد الرحباني ونجحوا لانه ضلوا على نفس موقف. نجحوا الروس بشهاده الامريكان لانه بعتقد ضلوا على شيء واحد، لانه الروس بالسياسه غير الامريكان. الروس بالسياسه روس بجميع الاحوال. ما دام الامريكان قادرين يقولوا ما دام قادرين الامريكان يقولوا لبعض قوى ب 14 اذار الشيء اللي قالوه بحرب السنتين، انه يا اخي المسيحيه انه نحن مستغربين كيف بعدكم هون، انه مشكلتهم مش مع المسيحيين، هن انه شو عم بيصير بالكنايس، شو عم بيصير بالراهبات، وشو عم بيصير بالشمال، شو عم بيحضروا لنا بالشمال. مسيو ظاهر سكر الملحمه الظاهر ونازل هلا على الميادين، مش عندكم يعني، فاتح غير ميادين فوق على اوسع، يعني مطالقه معه. بس حكينا من 2-3 بمقابله مع المنار لك كيف مساقبه، انه بركي ببلش حزب الله يفك شوي عن الجنوب تحديدا وحصرا، ويبلش يفكر بمنطقه اسمها الشمال. موجود المقابله، وقلنا بمحل معين انه هونيك في قوه معينه رح تصعد، بس الحمد لله انه واقعه بين جيشين وبين بلدين لحد هلا اللي هو لبنان وسوريا. انا بتوقع انه رح يضطر الجيش اللبناني ينسق مع الجيش السوري علنا ويفهم الناس انه مضطرين نعمل هيك، استنجوا بدكم اياه لنقدر نحد من انتشار هول القوى. هذا الجزء الانشط بالخبريه اللبنانيه. وفي ناس عم تقول في اغتيالات وكذا، هذا شيء، هذا بفتكر يعني لايت بصير قدام ايديك. زياد الرحباني الفنان العربي وليس فقط اللبناني، وبجزء كبير منك الفنان العالمي المعروف، شكرا لك على هذا اللقاء، والى اللقاء في لقاءات اوسع ربما، لانه كل غرفه الاخبار خلفي بدهم بعد انه نطول باللقاء، ولكن انتهى وقت النشره. شكرا جزيلا لك زياد الرحباني. شكرا، حكينا كثير. شكرا لك وللميادين. شكرا. ألف شكر. وعودة اليك علا لختام هذه النشره.